السلام عليكم. لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. اول حاجه نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده البسبوسه بطريقه سهله جدا جدا، زي ما انتم شايفين هي بتتكلم عن نفسها، وهنزوقها كمان زي بعض المحلات اللي بتبقى عامله ترند. بديكوريشن بسيط جدا، وممكن تاكليها ساده زي ما انت شايفه. يلا بينا بقى ندخل ونشوف البسبوسه الحلوه دي هنعملها ازاي. اول حاجه عندي جوز هند ولبن بودر، عبارة عن معلقة كبيرة من اللبن البودر، يعني حوالي 10 جرام، وكمان عندي تلت كوباية جوز هند او 20 جرام من الجوز هند. هحمصهم مع بعض على نار متوسطة زي ما انتم شايفين كده. تمام. دي خطوة اختيارية، لو حبيتي ما حبيتيش ممكن تستغني عنها، مفيش اي مشكلة، بس انا عايزة اقولك ان هي بتنقل البسبوسة في حتة تانية خالص. هنحمرهم زي ما انتوا شايفين كده، او هنحمصهم زي ما انتوا شايفين كده. بتبدأ تاخد لون اهوت اللبن البودر مع الجوز الهند. تمام. الريحة طالعة جنان بجد. هقلب بقى الكلام ده كله لحد لما ياخد اللون الذهبي الجميل الحلو اللي هنشوفه مع بعض. وزي ما قلت لك احنا بنستخدم نار متوسطة، مش هنعلي النار عشان ما يتحرقش. تمام. النار هنا عندي متوسطة، وزي ما انتوا شايفين ايدي ما سابتش الجوز هند واللبن البودر. بجد ريحة فظيعة جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تابعيني لنهايه الفيديو، عشان فيه شويه تريكات كده هتشوفيهم معايا عشان تطلع معاكي البسبوسه حلوه زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. هنقلب بقى كويس جدا كده. خلاص كده هي قربت تاخد اللون الحلو. هنقلب بقى كام تقليبه كده، وبعد كده هنضيفهم على خليط البسبوسه. انا عملت معاكم البسبوسه بكذا طريقه، هسيب لك كل لينكات البسبوسه اللي انا عملتها في صندوق الوصف او في اول تعليق. هنزلهم كده بقى على بعد ما بردوا طبعا تماما، نزلتهم على نص كيلو من سميد البسبوسه الناعم. تمام. انا بستخدم سميد بسبوسه سايب من عند العطار او من عند مستخدمات الحلويات، هتلاقيها موجوده عند اي حد. تمام. هقلبهم بالطريقه دي كده وهركنهم بقى على جنب. عندي بقى الخليط السائل عبارة عن 150 جرام من اللبن الحليب، وعندي كمان 100 جرام او تلت كوباية من عسل الجلوكوز، وبديله الشربات التقيل، وهسيب لك مقادير الشربات التقيل في صندوق الوصف. عندي كمان 150 جرام من السمنة البلدي، بحطهم مع بعض. تمام. وكمان عندي سكر ناعم الحبيبات، هو عبارة عن 250 جرام. بقلب الحاجات دي كلها واخليها دافية زي دمعة العين، وبعد كده بضيفها على الخليط بتاعي، ومعاهم معلقة صغيرة من الفانيليا او 5 جرام من الفانيليا. تمام. هقلب، مش هعجن يا جماعة البسبوسة، انا بس بخليها تشرب الخليط بتاعها. وعندي بقى المرة دي انا هعمل البسبوسة بتاعتي في صاج، عشان انا عايزة لو انت عامله مشروع او كده وهتطلعيها في علب، هتبقى هتشوفي معايا ازاي في نهايه الفيديو. عندي بقى الصاج مدهون بسمنه بلدي كويس جدا جدا، وهنا البسبوسه ما ينفعش نستخدم غير سمنه بلدي يا جماعه. هنزل الخليط بتاعي، وطبعا انا اول ما بدات اشتغل في البسبوسه انا فاتحه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. هفرد البسبوسه بتاعتي كده واسويها في قلب الصاج بتاعي. تقدري انت تستخدمي مكسرات، مفيش اي مشكله خالص. تقدري تسيبيها ساده، تقدري تحطي كريز اللي انت عايزاه. انا بالنسبه لي هخليها ساده، علشان هعمل جزء ساده وجزء زي ما قلت لك بالتوبنج. هدخلها بقى لغايه لما تاخد اللون الجميل، وهنعمل الشربات على البوتاجاز. وانا كده طلعت البسبوسه وسقيتها بالشربات، وبرده هسيب لك مقادير شربات البسبوسه، وسبق وعملناه مع بعض قبل كده. البسبوسه بتاعتي خلاص شربت شربتها، انا حطيتها في الفرن لمده دقيقه. بعد ما نزلت لها الشربات طلعت بالشكل الجميل ده. هسيبها لما تبرد تماما يا جماعه عشان نقطعها ونزينها مع بعض. بعد ما بردت بقى معايا البسبوسه، انا هنا بالنسبه لي عملتها وخرجت، وبعد كده رجعت استخدمتها بقى تاني يوم. عايزه اقول لك ريحتها هي فظيعه. هقطعها بقى معاكم بالشكل ده. ببدا اسلك بالراحه الحروف من الصاج. تقدري تستخدمي المقدار ده لو حابه تعمليه في صينيه، هتبقى صينيه مقاس 30 اللي هي صواني البيتزا او صواني مخصوصه من البسبوسه. مقاس 30 هتاخد معاكي المقدار ده كويس جدا. هقولك بقى على شربات البسبوسه. شربات البسبوسه عندنا عباره عن كوبايه ونص من الميه، كوبايه وربع من السكر، معانا كمان معلقه كبيره من السمن، دي اختياريه بس هي بتدي لمعه حلوه جدا للبسبوسه. معانا كمان معلقه صغيره من الفانيليا وعصره ليمون. بنحطهم على نار متوسطه. اول ما بيبدا يغلي بنستنى 5 دقايق وبنطفي على الشربات. شربات البسبوسه عندنا بيبقى خفيف وسخن، والبسبوسه عندنا بتبقى سخنه اول ما بتطلع من الفرن وهي سخنه، والشربات سخن بنسقيها على طول. قطعت بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هجهز بقى معايا العلب اللي هقدم فيها. تقدري طبعا لو انتي في بيتك عادي هتحطيها في الطبق تقديم، ما فيش اي مشكله، بس انا هحطها في العلب زي ما قلت لك
هنعملها زي الترند بتاع المحل اللي مشهور اللي بيعمل عروض للكنافة والبسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة. عايزة اقولك ان انت هتعمليها في البيت هتبقى احلى كتير 100 مرة من تشتريها من بره. هناخد بقى كده قطعة بسبوسة الصغيرة، شايفين شكل البسبوسة بجد تحفة، لونها جميل جدا وريحتها خطيرة. دي لو هتسيبيها طبعا سادة هتقدميها بالشكل ده، طعمها رهيب بجد. المكعبات او القطع الكبيرة دي هحطها بقى في العلب المخصصة ليها زي ما هتشوفوها كده، وهبدأ ازينها زي ما انتوا شايفين. حطيتها على طبقين طرية وتحفة بجد. هبدأ بقى عندي هنا نوتيلا متسيحة طبعا في الميكروويف او على حمامية، ومعاها طبعا معلقة كبيرة من الزيت على حسب كمية النوتيلا اللي انت هتحطيها. هبدأ اعمل خطوط كده منها. طبعا انا بنستخدم بديل النوتيلا، انا بستخدم سما، وكمان في كواليتي تارجت حلوة جدا جدا، وفي كذا ماركة حلوة قوي. المنتجات المصرية بجد تحفة. حطينا خطوط بالشكل ده، وده اول طبق جاهز عندنا التوبينج التاني عندنا لوتس وعندنا كندر. بالنسبة برضو للوتس انا بستخدم بديل اللوتس، بستخدم كواليتي تارجت حلوة برضو، لان طبعا في بديل تاني بس الاسعار رفع قوي، فانت كست بيت تقدري تستخدمي المتاح ليكي، وكمان طعمه حلو جدا. بالنسبة للكندر هنا انا جربت كندر سما تحفة بجد يا جماعة، مش وحش خالص، طعمه حلو جدا. تقدري برضو تستخدميه، وتقدري تاكلي زي ما قلت لك البسبوسة سادة. تقدري تحطي مكسرات، تحطي كريز، تحطي اي حاجة انت بتفضليها. مفيش مكسرات ممكن تحطي سوداني، ممكن تاكليها سادة. هي عامة في كل الحالات طعمها خطير جدا زي ما انتوا شايفين، هي بتتكلم عن نفسها. طبعا العلبة بقى ليها الغطا بتاعها وبتتغطى، مفيش اي مشكلة. الطبق ده بيتباع غالي جدا يا جماعة، سواء البسبوسة بالنوتيلا او بالتوبينج. عندنا بقى السادة انا حطيتها في علبة كده، شايفين شكلها. ندوق مع بعض الجمال ده بقى، بجد طعمها تحفة جدا جدا. مش عايزة اقولك بجد الريحة جنان، شايفين مرملة جدا 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 ودايبة دوب. دي بسبوستنا النهاردة، بسبوسة طريقة الحلواني بجد كمان احلى من البره بكتير. الفيديو فيه كل حاجة. هسيبلك المقادير بتاعة البسبوسة والشربات التقيل، بديل العسل الجلوكوز، وكمان شربات البسبوسة في صندوق الوصف. هسيبلك كل حلقات او لينكات البسبوسة معايا. حلقتنا النهارده كانت البسبوسه بطريقه سهله وبسيطه، اتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفه، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، واستنوني ان شاء الله في حلقات تانية كتير. ولو في اي وصفه بتحبوا ان انا اقدمها لكم يا ريت تبعتولي في الكومنتات. اي كومنت ليكم بيساعدني، حتى لو كومنت نقد انا ما بزعلش من النقد. اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتك، ولو اول مره بقى بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.